السلام عليكم، مرحبا بكم في صورة وراء الستار. في هذا الفيديو سنتحدث عن الأحداث الجديدة وعلى علاقة الماعز الأليف بالألعاب الأولمبية التي تحصل في باريس. ونعرف أنه غبنا عليكم مدة طويلة لأنه عنا شغل كتير ومهتمين بأشياء أخرى، لكن بحاول سنرجع بأكثر من الفيديوهات في المدة المقبلة. فصاحب الفيلم الماعز الأليف في قناته اليوتيوب أنزل 2 من المقاطع، وهم المقطع هذا له 5 أشهر وهذا له 3 أشهر. فنبدأ بهذا المقطع MVI 1345. نرى أنه MV والآي هي نحسبها واحد، فمعناها MV إذا بنكتب MV meaning في الويكيبيديا بنشوف أنها موتور فيسل، معناها هي محرك سفينة. هي MV موتور فيسل هي أسماء التي يعرف بها اسم الباخرة ونوعها، فيكتبون MV 321 ولا 4. لكن في الماعز الأليف هو MVI، ولكن MVI هي نوع من الفيديو كودك، من الفيديوهات، أنواع الفيديوهات الفورمات. يريد أن نعرف أن كما قلنا من قبل أن الهجمة الثانية على أمريكا ستحصل بواسطة باخرة سفينة محملة برؤوس نووية التي ستشق البحر وتروح هناك وتنفجر هناك. وأريناها هذه السفينة اللي بتروح ومحملة برؤوس نووية. والإي والواحد اللي هون هم 2، معناها 23/9، 5 مع 4 هي 9، ف23/9. تعرفون اللي بيشاهدوا في هذه القناة من قبل أنه تحدثنا كثيرا على هذا التاريخ اللي هو 29، اللي هو 23/9 في كثير من الحلقات، وقلنا أنه الهجمة ستحصل في 23. بنقول نحن إنها سبتمبر والله أعلم. وإذا بنروح إلى بنكتب في الجوجل لي زوج أولمبيك، الألعاب الأولمبية، سنجد إذا بتشوفوا في الويكيبيديا الحدث إيفنت 23/9، وهو 23/9، وفي 32 نوع من الرياضة اللي هي زاد أيضا 23/9. معناها بنقدر نقراها من اليمين وعلى اليسار 23/9 و23/9. فهذه ليست صدفة، أنا بعرفها ليست صدفة. عندما أتت الألعاب الأولمبية رأيت، دخلت على الويكيبيديا فرأيت هذا ضحكت، لأنه شوف كاتبين الإيفنت الحدث هو 23/9، فهذه ليست صدفة. ولماذا قلت أنه الماعز الأليف مربوطة بالألعاب الأولمبية وستبدأ الحرب من هنا؟ هذا توقعات وليس 100%، لأنه لما هذه شفتها عندها مدة كبيرة لكن لم أعمل فيديو عليها. شوف ماذا كتب صاحب الفيلم: لو فو او كور دو لا سوفرانس. إذا بناخذ هذه الكلمة ونترجمها من الفرنسية إلى الإنجليزية، النار في قلب المعاناة، لكن هو شفر هذه الكلمة لو فو او كور دو لا سوفرانس، معناها المعاناة في قلب، النار في قلب المعاناة. ولكن الكلمة المشفرة هي هذه سوفرانس، وتعرفون ما معناها سوفرانس الذين يتحدثون الفرنسية، أنها بمعنى المعاناة. وإذا نقسمها على 2 في المعاناة الفرنسية، لكن هو إذا بنشيل كلمة سو متكونة من المعاناة، متكونة من 2 كلمات، سوف وفرانس، واللي هي فرنسا. إذا نشيل السوفرانس، النار في قلب فرنسا، هذا هو التشفير متاعه لهذه الكلمة اللي موجودة هنا، لو فو او كور دو لا سوفرانس. بمعنى آخر حاب يقول لنا إنه الألعاب الأولمبية، لأنه الشعلة متاع الألعاب الأولمبية أنتم بتعرفوها وشفتوها، فقالنا في هذا الفيديو أن معناها الأحداث ستبدأ في الألعاب الأولمبية، الشعلة لو فو او كور دو لا سوفرانس، معناها النار في قلب فرنسا اللي هي. فهذا هو المعنى الحقيقي لهذه لو فو او كور دو لا سوفرانس. ثانيا نرى في الماعز الأليف ماذا نرى؟ السفينة هذه، وشفنا في الألعاب الأولمبية أنه السفائن هذه اللي بتمر، كل فريق يمر بهذه السفن، لهذا هو في الماعز الأليف أرانا هذه السفينة وكأنها رايحة لهناك. الأغرب أيضا هو الشعار الذي هذه النار. ولاحظوا جيدا هذه شفناها وشافوها كثير من المحللين لماعز الأليف من قبل، لم نفهمها من قبل، وهي رقم 7 فوق العمامة، رقم 7 بالكبير. إذا شفتوه هذا هو رقم 7 مكتوب على العمامة، وهو الشهر الذي بدأت فيه الألعاب الأولمبية، جويلية، هذا هو الشهر. وهناك الشعلة، وسنوريكم الشعلة متاع باريس، هو اللوجو، الشعار الرسمي للألعاب الأولمبية في باريس. لاحظوا جيدا هذه الشعلة، لكن ليس شعلة. إذا بتلاحظوا جيدا السر في هذا اللوجو هو رأس امرأة، شعر امرأة، وهذا الفم متاح، الماوث متاح، هذا الفم امرأة، وهي ماريان، وهي لاعبة فرنسية في 1824، نسيت التاريخ،
لكن هي ليست شعلة في الظاهر، بتشوف انها نار شعلة متاع الالعاب الاولمبية، لكن في الحقيقة هو اذا تلاحظوا جيدا هو رأس امرأة، وهذا شعرها وهذا فمها. لهذا هو في المعز الأليف لاحظوا جيدا الشعلة مقلوبة وشعر، شوفوا شعر امرأة، شعر متاع رأس متاع امرأة الدخلاني، ولذلك هو حط الشعار هذا ليس على البدلة متاعه ولا واحد، حطه على الشعر، على اللحية متاعه، الذقن متاعه أو اللحية متاعه، وضعها على اللحية متاعه يقول لنا أن هذا الشعار مهم، وهو يبدأ معناها اللي هي شعلة باريس، واللوجو الشعار متاع اللوجو هو هذا هو اللي بنشوفوه اللي هي شعر امرأة، لكن هو إذا بتلاحظوا شعر امرأة في اللحية متاع بلاد. بنمر إلى حفل الافتتاح ونرى لاحظوا جيدا، شوفوا هذم الأجنحة موجودين في الإيفل تاور، ولما أخذ المصور الصورة هذه الحصان والفارس هذا، نرى أنها تظهر لنا كأنه الفارس هذا له أجنحة، وهو بيقصدون بهذا المعنى هو الوايت هورس اللي هما الأربعة الأحصنة متاع الأبوكاليبس، هذا موجودين في الإنجيل، بيتحدثون على هذم الأربعة الأحصنة الذين ستبدأ بهم العذاب. ومعروف أنه الحصان الأبيض هذا هو حصان المجاعة والدمار والحروب، ستبدأ به الحروب، The White Rider باسمه، ولا ندخل في تفاصيل كثيرة وأيضا المسيح الدجال. في هذا الفيلم الافتتاح هو قدوم المسيح الدجال The White Horse، لما يأتي قبل ما يأتي شفتوا مثلا في هذه ليس له أجنحة لكن هم أخذوه 3 دورات أولمبية لم لما هو بيقدم للكاميرا هذه مقصودة لنرى أن حصان وهذا الفارس له أجنحة، وهو قدوم المسيح الدجال وقدوم الدمار، وهو آتي على الماء. شوفوا كيف يأتي، معناه سيأتي على الماء، فيقصدون أنه الحصان. لنمر أخيرا لا نطول عليكم في هذا الفيديو، قلنا أنه هذه هي MVI وأيضا بانجيا. هو شوف كتب بانجيا هنا، أو حتى في الديسكريبشن قال أن جاكس ليجندير بانجيا ما هي هو يشير لنا إلى الكونتيننت بانجيا. هو قبل الديناصورات والواحد كانت القارة واحدة، هي قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، كلها كانت قارة واحدة اسمها بانجيا، وبعدين تفككت وتشتتت إلى هذه القارات اللي موجودة الآن. فيشير لنا إلى الدمار الذي سيأتي، وأن القارات ستتفكك من جديد بعد العاصفة الشمسية التي ستحدث، وقلنا وتحدثنا عليها من قبل في الفيديوهات، وعلى الزلازل وعلى البراكين، أنه القشرة الأرضية ستتحرك وستتفرق وستتبعد أكثر القارات عن بعضها أكثر من 23 درجة. ولذلك هو أرانا هذه، وأرانا أيضا الحدث كيف سيحصل، أنه MV اللي هي بواسطة باخرة والتاريخ يعيد نفسه 23/9. وفي الفيديو هذا لذلك هو في المعز الأليف قلنا نحن 24 أنه الإكليبس الخسوف الثاني يحصل في أفريل 2024، ومعناها بلادن وتبدأ الأحداث هي تبدأ الآن في شهر 7. لذلك هو ومع البارح أنه حزب الله اللبناني يؤكد قيادي فؤاد شكر كان في المبنى المستهدف من إسرائيل، وأيضا اليوم على الصبح مستشار هنية اغتالت إسماعيل هنية، وهذا كله تخطيط لتبدأ الحرب. والآن ستجتمع حماس مع حزب الله وسيهاجمون إسرائيل، ومنها ستبدأ الحرب معناها التي تتوسع الحرب إلى حرب ما أكبر. معناها كل الحروب التي بدأت في العالم هي بدأت مثل هذه الحروب الصغيرة، تبدأ بحروب صغيرة مثل الحرب العالمية الأولى والثانية، وبعدها تتوسع إلى حروب كبيرة وعالمية. وإذا لم نشاهد أن ستبدأ الحرب في الشهر المقبل أغسطس أوت، نقول أن ليست هذه السنة أو سبتمبر. لكن إذا بدأت الحرب الآن، التصعيد بدأ معناها وتوعدت وبدأت حماس وحزب الله بمهاجمة إسرائيل وحصول تفجيرات هناك في تل أبيب، وإذا عندها ستجتمع حزب الله وحماس والحوثيين ضد إسرائيل، وستأتي أمريكا إلى مساعدة إسرائيل، وعندها ستضرب البواخر الأمريكية في البحر الأحمر. ما أعرفش من، يمكن إيران، وإيران أيضا ستدخل في الحرب، وأمريكا وروسيا وكل سيدخل. إذا بدأت هذه الحرب، وشفتوا أن التصعيد بدأ في الشرق الأوسط وفي أوروبا،
اعرفوا أن هذه السنة هي السنة التي ستحصل فيها الهجمة الثانية على أمريكا، لأن نعرف لنا في المعز الأليف نحن هذه المعلومات أنا نأخذها ليست من المعز الأليف، من أبحاث أخرى وكتب أخرى. منها أوريكم مثلا الإنسان هذا، الكتاب هذا لألويز أيرلماير، هذا إنسان ألماني لن أتحدث على، لكن هو ساب أحداث، هو ألماني وعاش في ألمانيا ومات في حصل الحرب العالمية الأولى والثانية. تحدثت عليه يمكن في الفيديوهات السابقة لا أتذكر، لكن في أحداث كبيرة اللي هي الحرب التي تبدأ في وبعدين ألمانيا والهجوم الثالث. وأهو هو قالها حتى في الكتاب متاعه أن الحرب تبدأ في آخر جوليا أو أول أغسطس. لماذا قلت لكم أنه إذا الحرب بدأت في أغسطس في هذا الشهر المقبل بعد بكرة، معنا في الأيام الأولى أو في وسط أغسطس الكبيرة، أعرفوا أن هذه هي السنة. وإذا دخلت إيران في الحرب أعرفوا أن أحداث المعز الأليف بدأت بمعنى آخر، كما هنا تبدأ الحرب وبعدها الصين، إيران والصين وكل الأحداث. شكرا على المتابعة، وإن شاء الله نشوفكم قريبا في فيديو قادم. شكرا وإلى اللقاء.